الكتاب على الجدران صورة، مجرد صورة زي غيرها كتير. وعلى فكرة ممكن يكون غيرها أسوأ، وهي متنفس للتعبير عن إحباطات بيعيشها الشخص. الإحباطات دي زي عدم إعطاء مساحة للحوار من الصغر، أو التعرض لتهشيم الرأي بشكل مطلق، أو عدم سماعه من الأساس. الحاجات دي الإنسان ما بيحبهاش، فلما تقعد تزيد تزيد تزيد، طب هنروح فين تاني؟ هنفجر؟ لا. فبشكل لا شعوري بتكبت، بس غصب عنك. ده لا شعورك هو اللي بيكبت. ايه ده لا شعور؟ بتكبت من ورايا كده، بتخني. افرض مش عايز يا اخي. هي ركز معايا. المهم لما تزداد عليك الحاجات اللي قلنا عليها دي اللي مش عاجباك، بتتكبت. ايوه يعني حصل لها ايه برضه؟ هنا تعالى اما اخدك في رحله. انا شايف ان من قال لا في وجه من قالوا نعم. ما كانتش بتهتم اصلا. يعني انا كنت عدم اهتمامها ازاي ده حسسني ان ما بقاش حد هيسمعني بعد كده. بقيت حاسس ان عايز اكتب. لقيت في الكتابة نفسي. ومن يدري بما فيها أنك تشكو ومن يدري بما فيها. لكن انا زهقت من الهروب. أنا كل شوية بروح اتخفى، وبيشوفوني الناس وبيشتموني. أنك تشكو ومن يدري بما فيها. الموضوع بسيط، كان فعلا بسيط. هي لو كانت بس ترد عليا، ولا على الاقل تسمع اللي بقوله. انا ما عنديش مشكله لو كانت تعاقبني لو غلط او اي حاجه، بس على الاقل كانت تهتم، يعني تحسسني ان هي مهتمه باللي بقوله. هي مين دي؟ امي. هي ما كانتش بترد عليك؟ يا ريتها هي المشكله ان هي مش بترد عليا. هي آه ما كانتش بتهتم اصلا. يعني انا كنت عدم اهتمامها ازاي ده حسسني ان ما بقاش حد هيسمعني بعد كده. بقيت حاسس ان عايز اكتب. يعني لقيت في الكتابة نفسي. كنت عايز اكتب اي حاجة. كنت عايز اكتب اللي اقدر عليه واوصله، مش بس اكتبه. كنت بحب اكتب على السجاجيد، كنت بحب اكتب على البيبان، على الشبابيك. لكن برضه امي كانت بتقول لي اكتب على الورق. كنت بكتب على لبسي وايدي اللي هي ملكي، وبرضه كانت تقول لي اكتب على الورق. لكن امي ما كانتش عارفه ان الورق ما بيوصلش، مش بحقق بيه اللي انا عايزه اصلا. لحد ما ارتحت في الكتابة على الجدران. مش هضايق حد، مش هزعج حد بان انا اتكلم معاه، ومش هنزعج بانه ما يردش عليا. وفي نفس الوقت كنت بحس براحة، عارف ان يعني محدش شايفني وانا بكتب على الجدران، محدش هيقول لي اكتب على الورق، وعارف ان الكلام اللي هكتبه هيوصل للكل. لكن انا زهقت من الهروب. انا كل شويه بروح اتخفى، وبيشوفوني الناس وبيشتموني. زهقت من الهروب. ايوه خلينا نكمل رحله نفهم فيها الكبت وكم حاجه كده. في سنه 1856 بيولد سيجموند فرويد، وهو مؤسس علم التحليل النفسي لو متعرفش. I started as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients.
ومش هخوض في قصته لأن ده مش موضوعي، بس عشان نكون على معرفة بعملية أو ميكانيزم الكبت لازم نكون فاهمين نظرة فرويد حول تكوين الشخصية، واللي كان شايف إن هي بتتقسم 3 أجزاء. الأول هو الأنا العليا، السوبر إيجو، وهي الجانب المثالي اللي جواك، فيها أسمى ما فيك من أخلاق، فيها الأفكار والقيم الكويسة اللي تربيت عليها وانت صغير، وبالتالي فيها برضو الرقابة على غريمتها، الشيطان، الاي دي، المعرف، الهوى، مخزن اللاوعي، هنا ملقى بكل الشرور حسب الأنا العليا، هنا الدوافع، هنا الرغبات المطلقة. أما الجزء الثالث فهي نتيجة الصراع بين الاتنين اللي بتتوسط الواقع والمثالية واللاوعي، الأنا أو الأنت برضه. طيب الكبت هنا بيحصل إزاي بقى؟ خلينا نفرض مثلا ان انت عندك رغبة لشيء معين، ولتكن الرغبة دي هي الموضوع المتمحور حوالين الفيديو، اللي هي مثلا انت عايز تعبر عن مكنون بالكلام او شيء زي كده، والرغبة دي قوبلت بالرفض بأي شكل لم يتوافق مع الوعي اللي هو الأنا المثالية، وهنا يحصل تأزم، مشاكل للأنا. انت هتعمل لي قلق، ايه احساس الحقارة اللي انا فيه ده؟ ارمي على اللا شعور، ارمي على اللا شعور، اللا شعور اللي احنا قلنا قبل كده ان هو كان متغذي بالأفكار السلبية، بالأفكار السامة، فهي بتغذيه زيادة سعيا للتخلص من قلق الآن. لكن مبدأ المتعة ومبدأ الواقعية، احنا بنتعلم بشكل طبيعي في حياتنا اننا بنعوز حاجات عدم حصولنا على الحاجات دي بيكون افضل، وده من واقع تجربة، من واقع خبرة في الحياة. لكن بعض الحاجات دي احنا بنكون عارفين ان هي ممكن مثلا تضرنا او كده بعدين، وبعضها بيكون مثلا مش ماشي على فطرتنا، فبنيجي على المتعة لحساب الواقعية. لكن بعض الحاجات مش بنشوف لها تبرير، زي محور الفيديو ده مثلا، حاجة اللي هي ملهاش تبرير ان هي تتمنع، او ملهاش تبرير ان هي ما تتعملش مثلا، فبالتالي هنكبت مرة ونكبت تاني ونكبت نكبت، ولكن لحد امتى؟ هيجي ما يسمى حسب فرويد بالانفعال اللاواعي، او حسب مقولة شين كوفي واللي تقريبا مقتبسها من فرويد: تذكر ان المشاعر التي لا يتم التعبير عنها لا تموت، انما تدفن حية ثم يتم التعبير عنها بطرق أكثر قبحا. الطرق الأكثر قبحا دي قد تكون في بخ على الجدران، قد تكون تكسير، تخريب، أو اعتداءات على الناس، أو حسب الحالة. صحيح الكاميرات ملهاش لازمة، لأنه من انفجر لا شعوره لا توقفه كاميرات. مش مصدقني؟ شوف يا جدعان، لو الإنسان انفعل لا شعوره الكاميرات مش هتأثر معاه. انتوا ليه حاطين كاميرات؟ كاميرا مكسورة اهي. ما هو تنفيس عن اللي في الخاطر لازم هيحصل، وكان ممكن يطلع بصورة تانية أحسن، بصورة تانية مش قبيحة زي ما قلنا، صورة مش وحشة، زي مثلا انه كان يطلع في صورة سؤال. لكن ازاي كان هيطلع في صورة سؤال وهو متأكد الشخص انه مش هيقابل بالنقد؟ لا، ده مش هيتسمع اصلا. مين هيسمع في الاهل القاسيين بشكل مش طبيعي، بشكل مفرط ومطلق؟ فراح المدرسة واستقبل من مدرسين حمقى بضرب مفرط وتهديد وتريقة على كل زلة وسهو، زي الزلة اللي انا زلتها من شوية دي. فخلاص هيقرر يتخرس، يقعد يكتم 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 لحد ما يحصل اللي شفناه. طيب هل انا ببرر الافعال القبيحة دي؟ لا ولا، ولو ركزت هتلاقي انه لا، عشان ما تاخدنيش في لف، والموضوع ده ضروري هرجع له بعدين. وانا مشكلتي مع الام مش في مجرد كونها كانت بتقول له اكتب على الورق، عشان هي مثلا عايزه تكسبه عاده جديده، ازاي يتعلم يكتب على الورق صح، يعبر عن مشاعره بطريقه مختلفه زي انه يكتب على الورق. لا، المشكله ان هي ما كانتش فاضياله اصلا، كان غالبا وراها مسلسل تركي رخيص، او يا عم كان وراها اكل تعمله ليه عشان تغذيله بجسمه، وفي الانخراط ده هي نسيت تغذيله نفسه. بص صراحة انا مش عايز القي اللوم بس على الدايرة اللي حول الشخص ده، لا، هو ذات نفسه، هو ذات نفسه اللي هيتعذر بتطور وسوشيال ميديا ومحركات بحث، ادوات توصل لحالة نفسية سيئة. الادوات دي نفسها هي اللي كان يقدر يعرف بيها طريقة كويسة فعلا وعملية للكتابة على الورق، للتعبير عن مشاعره على الورق. كان يقدر يتعلم مثلا ان التجارب السلبية لابد منها، وانها فرصة حقيقية ومهمة لازم يستغلها عشان يكون احسن، عشان يكون انسان. دلوقتي انتشر العلم بطريقة مهولة، انت مش محتاجني في الفيديو ده اقولك على علاج، لانك لو اهتميت بالفعل هتكون عارفه وتقدر تعرف، وحسب اختلاف الحالات.
لو بص يا عم مصر تماما انك تتكلم ومش لاقي حد، خليني بس اكمل لك الموضوع ده. النفس تشكو ومن يدري بما فيها، النفس تشكو ومن يدري بما فيها. اما عن النقطة اللي قلت لك هبقى ارجع لها، هي بقت تتكرر كتير قوي الصراحة الفترة الأخيرة، وهي انت عملت العمايل، قتلت وتحرشت، نهبت وخربت واعتديت. اه اوكي، انت معاك تصريح المشكلة النفسية، خلاص تمام، خد راحتك. اللي بعده. طيب انت كمان كانوا بيقسوا عليك وانت صغير، تمام براحتك. اللي بعده. الموضوع ده زاد جدا الصراحة، وانا عايز اتكلم عليه بشكل مستقل، فهو غالبا هيكون الجزء التاني من الفيديو ده. واللي هو خليني اوضحها اكتر، امثلها ازاي. الباس الفعل السيء مثلا بالمشكلة النفسية وبس. اعتقد ان لحد هنا كفاية، واشكرك لو كملت معايا، فشكرا جزيلا. وبص كتذكير بس بموضوع اللايك والحاجات دي، ولا براحتك يا عم صراحة، عايز تعمل اعمل، مش عايز براحتك يعني. بس اللي احبه صراحة بجد، لو تعرفني رأيك، يعني انا افضل الصراحة ان انت تعلق عن ان انت براحتك. انا مش حاسس ان، يعني مش عايز احس ان انا عايز وانا ما بقولش حد اوريدي. سلام عليكم. على الله قصد السبيل وختام، فسلام من الله تعالى عليكم.